بسم الله الرحمن الرحيم. وتستمر الخرافة في انتظار الخلافة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يوجد أمر الله تعالى وش يصنع الفلك، فهو بأمر الله يصنع الفلك، وهو ما كان يشوف الواقع ما كان والو. الجماعة العزة يقولوا 2006 كان والو، ما هذا كان خرافات ديالكم كلام خاوي، ما كان والو عندهم لا ضرب. أبو حمارة قبل ظهوره كان يتكئ على عصا الأحلام والشعوذة والدجل. بقات كلمة طايحة في الأرض وكيجي سيدنا رسول الله وكيهز الروح ديالها كيستقبلها وهي كتشدو في يدو كيهزها وكيوصلها عند مولانا. كيف يستجيز العقلانيون مثل هذه الترهات وهذه الخرافات التي يستمعونها من أنهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. هذه عقيدة. أتدري بما أخبرني ربي؟ قال لي: أما يرضيك أن تكون كريمة ضيفة عندي وتجالسني صباح مساء. فنحن ندعو هؤلاء الناس إلى التوبة إلى الله بحق وأن يتوبوا إلى الله، وإلا فإنهم والله مورطون في هذا البلاء وهم على عتبة الكفر. كيشوف واحد الأخ ديالنا دجاج وفراراج وسيدي عبد السلام فوق السور ديال هذاك السياج فوق، وكيطعم هاد المخلوقات. واحد اللحظة بان له هذاك الكاميو هز الذرة، هذيك الذرة اللي واللي صايبو سيما رسول الله. أي فرق معشر المسلمين بين هذا الكلام وبين كلام يصدو من الغربان الناعقة في بلاد الغرب؟ إن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر. واش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم سهلة؟ احنا عندنا ولات عندنا عادية. فلان شاف النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الصحابة، أبو بكر الصديق دخل مجلس الناصحة، سيدنا عمر بن الخطاب قال لك انتم على حقين، الصحابة رضي الله عنهم كيقولوا نحن نفتخر بكم وانتم اخوانا وما إلى ذلك. ماشي كثير بزاف. هذا الغلو وهذا الشطط الذي جر على المسلمين كثيرا من البلاء وتسبب لهم في بعد كبير عن العقيدة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. شكون منكم اللي يشاهد يقظة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو الصحابة أو هذا كيتسمى فتح من فتح. فالله سبحانه وتعالى هذه الأمور الغيبية باش يثبتنا. راه الناس كيفاش جالسين يدخلوا الملائكة ما كيشوفوا بحد، ولا حنا كنشوفوهم، حنا من اللي كيشوف الملائكة وكيجلسوا معنا، وهذا مصداق خبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي خرافة. قال لي: يا عبد الله أبشر، إنك الآن في السماء الثانية على قدم عيسى، لقد بدأت معراجك الروحي، فاثبت على هذا المقام. وخا نتحدثوا اليوم وغدا وهذا العام والعام الجاي وسنوات والعمر ديالنا كله على نكرم بهذا الرجل، والله لن نوفيه 1 مليار مما كرم به الله تعالى، لأن الألسنة ديالنا عاجزة باش تعرف ما كنز فيه الله تعالى من أسرار. والشيخ عبد السلام ياسين يقول لأتباعه الذين طالبوه بأنه يفتقر إلى الإذن الصوفي الذي هو من أعمدة الطرق الصوفية حتى يتسنى له تربية الأتباع. قال لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الزور وهو يقول لكم في مناماتكم اتبعوا فلان؟ طوفان كاين ولا ما كاين؟ يلا هو 2006 2004 هالعربون شد العربون ويبان الشغل هذا تلاقي نفسك. لكن القوم لما أعيتهم الأدلة راحوا يهرفون بما لا يعرفون ويهذون ويؤذون بكلام المهرجين والغوغائيين وبالكلام الدارج الساقط المبتذل الذي لا يساوي في ميزان العلم شيئا. ايوا ولا قالوا لي انا ما باقي نسمع انك مشيت عندك لعلو الاحسن، ما تمشيش عنده. شنو غادي ندير؟
وهنا يجوز لنا أن نكذب عليهم كذبة صغيرة، نكذبوا عليهم واحد كذبة صغيرة. أنا عايش الأخت عايشة مع والدها بغاو تمشي مع العدو حسن، اش غدير؟ تكتب عليهم واحد كذبة صغيرة، قول لهم أنا غير مشيت نقرا نوجد الامتحان، وإلا ما يخلوكش تمشي تجي من الدار البيضاء ولا من طنجة ولا من تطوان فين غاديين لواحد المجلس ديال العدو والإحسان. هذه لا ما يقبلها لك حد. اتق الله فقد بلغت من السن ما يجعلك مسؤولا أكثر وعارفا أكثر بمسؤوليتك أمام الله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لقد أمعنت جماعة العدل والإحسان في ترويج هذه الخرافات، وملأت الدنيا ضجيجا وعجيجا بدعاوى الباطل في ادعاء مشاهدة الملائكة والأنبياء يقظة لا مناما، وترويج أهاويل إبليس وتهويمات الخسيس بادعاء مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في المحاكم وأمام البرلمان، ومشاهدته مرة أخرى بوجه أسود، ودعوى مشاهدته صلى الله عليه وسلم يوصي بالخلافة لياسين، وأن الويل لمن شك في خلافته، وما إلى ذلك من التخريف والبهتان الذي لا يروج في نوادي العقلاء، فأحرى أن تقاد به الجماعات. ومع كل هذا تدعي جماعة ياسين نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تروج مثل هذا الخبال في وقت تعالت فيه أصوات المبطلين الحاقدين على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في كل بلدان العالم يتنادون للدفاع عن مقام النبوة ضد هذا المكر الحائل. وردا على هذا التخريف والخبال الذي أمعن هؤلاء في نشره وبثه بين الناس، كان هذا الإصدار الذي نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وينفع به طلاب الحق والمستنيرين بنور الشريعة. الناس يتكلمون ويعترضون ويعلقون ومنهم يسخروا، ونحن نكون النوحيين يصنع الفلك، يصنع وفلكنا هي الجماعة تصنع على عين الله، ويصنع الفلك وكلما مر عظيم وقوي المؤمن قال اسخروا منا إنا نسخر منكم كما تسخرون وتعلمون أن يأتي على الله عز وجل أن لا يخزي المسلمين وأن يخزي أعداء الدين. هذا متوقع ومش مستغرب من الصوفية، دائما يرهبون الناس بهذا ويقولون كما قال إخوانهم القدامى الأولون: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بالسوء. أسلفهم قالوا هذا لسيدنا هود عليه السلام: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بالسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهكذا نقول لهم: نحن لا نرفع رأسا لتهديدتكم ولكلامكم، لأن الحق معنا إن شاء الله تعالى، وإذا رأينا شيئا من هذا فإننا نكتمه لأنه لا فائدة من إعلانه. من قال لكم بأننا لم نرى شيئا من هذا وأننا حرمنا من هذه الأسرار والمنامات لأننا نعترض عليكم؟ وكما سمعنا أنكم قلتم عن فلان بأنه سجن من أجل هذا، يعني إرهاب، هذا إرهاب. وعلى العموم نقول لكم كما قلتم عن هذا: انتظروا الله تعالى. نحن ندعو الله تعالى أن يعود هذا عليكم، وأن يجعل تدميركم في تدبيركم، فافعلوا ما شئتم وقولوا ما شئتم وادعوا فإننا ندعو. ولكن احنا بما أن احنا مسلمون مؤمنون ونشفق عليكم ندعو الله تعالى لكم أولا بالهداية، فإن رجعتم إلى الله فأنتم منا وإلينا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإن ركبتم رأسكم وتبعتم هذه السبل فنحن نبرأ إلى الله منكم.